مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من تحيا مصر. واحنا بنتكلم النهارده عن الامن الغذائي، مهم جدا ان احنا نشيد بما تم في ملف الثروه الحيوانيه، خاصه فيما يتعلق ب يعني الماشيه. طفره كبيره جدا، قدرنا ان احنا نقلل من يعني الفجوه الكبيره اللي كانت عندنا. ما وصلناش طبعا للاكتفاء الذاتي، مفيش على فكره دوله بتوصل للاكتفاء الذاتي في كثير من الاحيان، لكن بيبقى عندنا مخزون استراتيجي وعندنا مشروع كبير على هذا الموضوع. النهارده هنتكلم فيه، هو مشروع التحسين الوراثي للسلالات الماشيه. هذا المشروع ليه عدة فوائد، مش بس توفير الماشية ولكن أيضا زيادة دخل المربيين، كمان جودة الإنتاج ده مهم جدا. اسمحوا لنا أن احنا نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عادل التراس، أستاذ الهندسة الوراثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير الزراعة للتحسين الوراثي. أهلا يعني لحضرتك، وأول مرة تنورنا في تحيا مصر. الحمد لله فندم. بداية عاوزة أعرف إمتى ابتدى مشروع التحسين الوراثي للسلالات الماشية في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع التحسين الوراثي للسلالات المحلية بدأ منذ فترة طويلة، ولكن أخذ الاهتمام الأكبر بناء على تكليفات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عند افتتاحه المركز الطبي البيطري الموجود في مدينة السادات، حينما تم التوجيه للباحثين والعلماء الخاصين بالزراعة والطب البيطري بمحاولة سد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء حتى نستطيع توفير اللحوم لكافة أبناء الشعب، وفي نفس الوقت أيضا توفير كوب لبن نظيف لكل تقريبا الأطفال. احنا دلوقتي إنتاجنا 60% من الماشية المحلية، حوالي 60% من احتياجاتنا. من احتياجاتنا. طيب، حابة ان انا اعرف اهداف هذا المشروع بعد يعني هذه الطفرة في الزيادة. اهداف المشروع اساسا هي التوجيه الى صغار المربين الموجودين في القرى والمزارعين حتى يستطيعوا سد الفجوة الغذائية لديهم، وذلك من خلال ما يسمى بالتلقيح الاصطناعي وإحلال السلالات الأجنبية محل السلالات المحلية الضعيفة الإنتاجية. النقطة الثانية هي المحافظة على الأصول الوراثية المصرية لما تتمتع به هذه الأصول الوراثية من كفاءة عالية في مقاومة الأمراض ومقاومة الظروف البيئية ومقاومة التغيرات المناخية. الحفاظ على السلالة المصرية، المحافظة على الأصول الوراثية. نحن نقوم بإدخال السلالات الأجنبية، ولكن في نفس الوقت نحاول أيضا أن نحافظ على الأصول الوراثية لأن بها جينات تستطيع مقاومة التغيرات المناخية التي تحدث في هذه الأيام. ده بجد؟ ده احنا يعني ده معلومة جديدة أول مرة أعرفها. لا، الأبقار المصرية ولادة، يعني منتظمة في عملية الولادة، والأبقار المصرية تستطيع التكيف مع الظروف البيئية الجديدة. الجاموس المصري عالي الإنتاجية ومتميز عالميا، ويسمى في بعض البلاد الأوروبية مثل إيطاليا الذهب الأسود. في نفس الوقت فوائد هذا المشروع يعني هو احنا بنصدره لإيطاليا؟ هم خدوه من عندنا من زمان وحسنوه. هم خدوا الجاموس المصري وتم تحسينه والتركيز على جين معين خاص بالموزاريلا الموجوده في البيتزا، وتصدر جبنه الموزاريلا وتصدر الى جميع دول العالم من ايطاليا. واصل هذا الجاموس مصري، وده اصله مصري. دي معلومه رائعه جدا. في نفس الوقت يهدف هذا المشروع ايضا الى استخدام التقنيات العلميه الحديثه في برامج التحسين وبرامج التربيه وبرامج الانتاج، بدلا من أن أستمر في برامج التربية الكلاسيكية أو العادية 15 ل 20 سنة، أستطيع من خلال التحسين الوراثي تحسين هذا الحيوان في 7 8 سنوات 10 سنوات ماكسيمم، يبقى عندي حيوان فيه جينات جديدة، بدل ما أقعد في الدول الأجنبية من أجل إنتاج ما يسمى بالأبقار الهولستاين أو السيمنتال أو البراون. استمر ذلك حوالي أكثر من 50 عام. يعني احنا محتاجين خطة طويلة الأجل احنا عايزين لتحقيق هذه الأهداف. عايزين خطة قصيرة الأجل، متوسطة الأجل، طويلة الأجل. القصيرة الأجل يطبق فيها ما يسمى بالتلقيح الاصطناعي وإحلال بعض السلالات.
المتوسطة الأجل نقوم بعمل ما يسمى بقطعان النواة من السلالات المحلية أو الأجنبية. الخطة طويلة الأجل اللي هي 10 سنوات فما 15 فوق كالدول الأجنبية يتم فيها تطبيق برامج البايوتكنولوجيا الحديثة، من عمل البصمة الوراثية، من نقل الجينات، من الخلايا الجذعية، من دكتور الجينوم. عادل، سؤال خارج المنهج زي ما بيقولوا. اتفضل. احنا كنا بنعمل ايه زمان ويعني وايه الفرق بينه وبين دلوقتي؟ حاضر. لو رجعنا للماضي سنجد أن تعداد جمهورية مصر العربية في عام 1900 كان 10 مليون. في عام 1950 كنا 20 مليون. في عام 2000 بقينا 60 مليون. 2020 بقينا 100 مليون. في عام 2030 هنبقى 130 مليون. في عام 2050 هنبقى 160 مليون. تلك هي القفزات المتوالية لتعداد السكان. أعداد الماشية في 1900 ل 1950 كانت تتوافق أو تتناسب مع عدد السكان، لم يكن لدينا مشكلة. أما أن يزيد العدد 3 أضعاف أو دلوقتي 10 أضعاف ولم يزيد عدد الثروة الحيوانية بهذا المعدل، فهنا ظهرت المشكلة وظهرت الأزمة. ده يعني خليت قلبي يعني ربنا يستر. عشان كده احنا لازم يبقى عندنا خطة لمواكبة هذه الزيادة السكانية. طيب، ملامح هذه الخطة بقى. ملامح هذه الخطة ابتدينا في ايه وحققنا ايه منها، واستراتيجيا طيب. في المستقبل في ايه؟ اوكي. التحسين الوراثي شئنا أم أبينا هو لغة العصر الحديث. لماذا؟ لأن العلاج الجيني في الإنسان لمقاومة الأورام السرطانية والحد من أمراض السكر والحد من الإصابات الفيروسية ككورونا يعتمد على التحسين الوراثي. هي زي ما بنقول الصيحة الجديدة. اللب. أما في النباتات فنجد أن النباتات التي تقاوم الأمراض وتقاوم الحشرات وتزيد الإنتاج وتعمل على تحسين جودة الإنتاج تعتمد أيضا على التحسين الوراثي. فإذا انتقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي الإنتاج الحيواني، نجد أن زيادة إنتاج اللحم، زيادة إنتاج اللبن، مقاومة الأمراض، مقاومة الفيروسات، مقاومة التغيرات المناخية تعتمد أيضا على ما يسمى بالتحسين الوراثي. يبقى التحسين الوراثي هو الصيحة العلمية الحديثة التي تتدخل في مستقبل الإنسان والحيوان والنبات، مستقبلنا جميعا. رائع جدا. طب نشوف مع بعض تقرير بقى عن التحسين الوراثي لسلالات الماشية المصرية ونرجع نكمل حوار. ترأس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع الأول للجنة التحسين الوراثي والمشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأكد وزير الزراعة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والتحسين الوراثي ونشر السلالات الجديدة التي تحقق إنتاجية عالية من اللحوم والألبان وتسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين. وناقش الاجتماع المهام المكلفة بها اللجنة وخطة عملها في المرحلة المقبلة والواردة في قرار رئيس الوزراء، والتي يأتي في مقدمتها دراسة صياغة مشروع قومي للتحسين الوراثي للسلالات المحلية من الماشية وتعزيز إنتاج مصر الحيواني من اللحوم الحمراء والألبان. كما تم مناقشة دراسة مقترحات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من اللحوم، فضلا عن بحث آليات وسبل تنفيذ مشروع التحسين الوراثي، وكذلك خطة التوسع في نشر السلالات الجديدة ثنائية الغرض عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان. برحب بيكم مرة أخرى، وبرحب كمان بدكتور عادل التراس، طبعا مستشار وزير الزراعة الوراثي للماشية. بنرحب بيك مرة أخرى. وتعليقك على هذا التقرير، حضرتك قبل التقرير قلت لي
ان الجينات والتحسين عن طريق الجينات الوراثيه هي الطفره في الانسان والنبات والحيوان. احنا وصلنا لغايه فين في هذا العلم يعني فيما يتعلق بالحيوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من المعروف أن الماشية المصرية خاصة الأبقار إنتاجها من الألبان ضعيف أو منخفض. فالمعروف أن إنتاج الأبقار يوميا حوالي من 3 إلى 5 كيلو جرام لبن يوميا، ولكن بعض الأبقار الأجنبية مثل السيمنتال أو البراون أو هولستاين يتخطى إنتاجها من الألبان 50 كيلو يوميا. وده اللي شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم فيه، وحتى كنا كلنا مستغربين ان الرئيس بيهتم بتفاصيل قويه في هذا الموضوع. 5 كيلو ل 50 10 أضعاف. فحاولنا جاهدين أن نلحق بهذا الركب، وكما قلت لسيادتك سابقا إنتاج مثل هذه السلالات استغرق أكثر من 50 عام، يقومون بالانتخاب والتسجيل ثم إعادة تأصيل تلك الصفات لهذا الحيوان في المستقبل، ثم وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فماذا نفعل نحن؟ هل نستمر في الانتخاب الكلاسيكي البطيء ونستغرق أكثر من 100 عام حتى نصل إلى ما وصلوا إليه؟ لكن استطعنا من خلال ما يسمى بالتلقيح الاصطناعي أن نحصل على السائل المنوي من تلك السلالات عالية الإنتاجية، ثم تلقيح الأبقار المصرية بهذا السائل المنوي من السلالات الأجنبية، فيعمل على نقل المادة الوراثية المتميزة في إنتاجية الألبان واللحوم إلى سلالاتنا المصرية. فالمعروف أن السائل المنوي يحتوي على 50% من الفرد الجديد، والبويضة في الأنثى تحتوي على 50%، فمن دماج الاثنين والحصول على جنين جديد أضفت أنا 50% من فقدرنا نواكب ال 50 سنة اللي عدوا. بقدر أسد الفجوة اللي عدت مني. لما يطلع عندي الجيل الأول أعمل له حاجة اسمها تلقيح رجعي لنفس السلالة الأجنبية أيضا مرة ثانية. بعد ما كان 50%، بعد ما أعمل تلقيح رجعي بعد 4 سنوات بصل إلى 75%، ثم أعمل تلقيح رجعي آخر بعد 4 سنوات أصل إلى 87.5% من السلالة الأجنبية. ولكن يجب هنا أن نقف وندرس ونقارن هل تعبير الجينات التي تم انتقالها من السلالة الأجنبية إلى السلالة المصرية تعبر بنسبة 100%؟ هل معنا أكثر. هل الظروف المناخية التي لدينا تساعد على تعبير هذه الجينات؟ هل الغذاء الذي تتناوله الحيوانات لدينا تساعد على تعبير هذه الجينات؟ التكيف الجيني مع البيئة. مع البيئة. نقول أننا قمنا بعملية التلقيح الاصطناعي، نقول أن الإنتاج زاد، نقول أن إنتاج اللبن زاد، ولكن يجب متابعة من خلال دراسة ما يسمى بالتعبير الجيني للجينات الأجنبية داخل السلالة المصرية. لأن الغذاء يساعد على إنتاج اللبن، الظروف البيئية تساعد أيضا على إنتاج اللبن، ولكن ذلك لا يورث من جيل إلى آخر، ولكن الذي يورث هو المادة الوراثية. فإذا قمنا بدراسة التعبير الجيني في الأفراد الناتجة من التلقيح الاصطناعي وتأكدنا تماما أنها تعبر في السلالات المصرية لدينا بدرجة تتناسب أو تتوافق معنا، هذا هو التحسين الوراثي الأساسي الذي نطلبه المستمر. أيوة. المستمر. ما تبقاش طفرة بس مؤقتة وبعد كده نرجع. الغذاء لا يورث، يزيد من إنتاج اللبن ولكنه لا يورث. التحسين الوراثي تحسين المادة الوراثية من خلال التعبير الجيني يورث من جيل إلى آخر. هذا يعني التسلسل أو الدراسة التعبيرية لتطور الجين وتأثير البيئة عليه محتاج إن احنا يكون عندنا أبحاث دائمة وعلماء دائمين بيشتغلوا على هذا الأمر فقط. تسجيل البيانات أو تكوين قاعدة بيانات أساسية
هي أساس النجاح فيما بعد. يبقى احنا عاوزين قاعدة بيانات ومع متابعة، مع تكويد، مع نور الله عليك، مع تكويد أو مع ترقيم أو مع تدوين، عشان أبقى أنا كل رأس ماشية متابعها وعارف إيه اللي بيحصل. الجين ده هنا ارتفع ولا لم يرتفع، ولا الغذاء فقط هو اللي أدى لإنتاج اللبن. يجب أسجل كل الكلام ده. طيب احنا وصلنا لغاية فين في هذه الخطة؟ احنا شفنا طبعا الافتتاحات الخاصة بالسيد الرئيس في مدينة السادات، بس عايزين نعرف بقى في ربوع مصر كلها وصلنا لغاية فين؟ اوكي. في ربوع مصر احنا في عام 2020 2021 2022 حتى الفترة الحالية استطعنا أن نقوم بعملية التلقيح الاصطناعي لحوالي 2.5 مليون حيوان. تلقيح اصطناعي نسبة النجاح فيهم وصلت إلى حوالي 1.5 مليون حيوان. هذه النسبة المئوية تعادل حوالي 60% من إنتاجية الحيوانات لدينا. يوجد لدينا على مستوى جمهورية مصر العربية 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي، هي موجودة في العباسية وفي سخا وفي بني سويف وفي العمرية بالإسكندرية. هذه المراكز يعني اتوجدت على أساس الأعداد الماشية في كل محافظة؟ حول 6 حاجة. يعني التوزيع الجغرافي ليها. هذه المراكز تحتوي على ما يسمى بالطلائق الخاصة بالسلالات الأجنبية عالية الإنتاجية. يعني ايه طلائق؟ الطلائق يعني الذكور. يعني ذكور الحيوانات الخاصة بالهولستاين أو السيمنتال أو البراون أو الجيرسي موجودة لدينا في مصر. هذه الطلائق عددها حوالي 100 حاليا في ال4 مراكز. أخذ منها الحيوانات المنوية ثم ألقح بها السلالات المصرية بتاعتنا. استطعنا تلقيح حوالي 2.5، نسبة النجاح حوالي 1.5 مليون، نسبتها حوالي 60%. إذا استطعنا أن نقفز قفزة بسيطة في زيادة إنتاجية اللبن وإنتاجية اللحم. طيب ده معناه كمان باللي حضرتك بتقوله التكويد ودراسة التعبير الجيني وكمان وجود هذه المراكز ان احنا عندنا انتخاب، عندنا على الطريق الصحيح. دلوقتي عندنا سيادتك التحسين الوراثي بيمر بالانتخاب الكلاسيكي اللي هو البطيء بتاع زمان بتاع الصفات المصرية، ثم كل عوامل الهندسة الوراثية وبنك الجينات، انتهاء بما يسمى بانتخاب الجينوم. انتخاب الجينوم هو أكبر صيحة علمية على مستوى العالم حاليا، وبدأت من حوالي 15 سنة، والعالم الغربي كله بدل ما كنت بنتخب على صفة واحدة بنتخب على كل الحيوان، على كل جينات الحيوان. ودي صيحة كبيرة جدا جدا تساعدنا في الارتقاء بالسلالات المحلية والاقتراب من السلالات الأجنبية، ولكن لا نستعجل ولا نقفز، ولكن يكون ذلك تدريجيا. التعاون الدولي في هذا الشق مهم جدا عشان يبقى فيه نوع من التبادل العلمي للأبحاث، وفي نفس الوقت استفادة مباشرة واحتكاك وتدريب للكوادر المصرية. لو لم يكن هناك تعاون دولي ما كان هناك سلالات أجنبية داخل جمهورية مصر العربية. أيوة. فالدول الأجنبية فتحت مجال التعاون معنا منذ يعني الخمسينات أو 100 سنة الماضية، وكان هناك في كلية الزراعة جامعة القاهرة مشروع في مديرية التحرير خاص به أيضا السلالات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، بل أن هناك مركز التلقيح الاصطناعي الموجود في سوهاج وضع حجر الأساس له منذ عام 1964، أي أن هناك رؤية مستقبلية مصرية على الانفتاح العلمي على العالم الخارجي منذ فترة طويلة. ويعمل معالي وزير الزراعة ومعالي نائب وزير الزراعة بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بدائما أن يقولوا لنا نريد خطة تنفيذية، نريد شيئا واقعيا. وده اللي بيخلينا ان احنا نشوف اجتماعات مكثفه ما بين وزير الزراعه يعني دوله رئيس الوزراء لمتابعه هذه الخطه اللي بتتم اسبوعيا تقريبا. طب هنشوف تقرير عن اهميه هذا المشروع ونرجع نكمل حوار.
تحتل محافظة أسيوط المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في مجال التلقيح الصناعي، إذ تعمل حاليا في تنفيذ مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية والتوسع في توفير سلالات ماشية ذات إنتاجية عالية من اللحوم والألبان. وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين السلالات المحلية المصرية وفقا لمنظومة التلقيح الاصطناعي لهذه السلالات للنهوض بالثروة الحيوانية وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها بكافة الطرق الممكنة وزيادة إنتاجيتها. وفيما يلي أبرز معلومات عن مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية، وهي المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية، وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإضرار من الألبان وإنتاج اللحوم. المشروع له مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين لما يحققه من دخل أعلى من السلالات العادية نتيجة الإنتاجية العالية، المساهمة في دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلي، وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة. مش ممكن يكون معايا عالم بقيمة دكتور عادل ألتراس وما يعرفش منه آخر صيحات بقى هذا المجال، تحديدا آخر صيحات بقى الخاصة في مجال التحسين الوراثي والهندسة الوراثية بالنسبة للماشية دكتور في العالم كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصيحات الحديثة في مجال الهندسة الوراثية تتركز على 3 نقاط. أول نقطة ما يسمى بالتحوير الجينومي أو جينوم إديتنج في النبات، وهو يستطيع من خلال تغيير قاعدة واحدة فقط أو جزء صغير جدا من الجين إنتاج نباتات تتحمل الظروف البيئية المعاكسة، إنتاج نباتات عالية الإنتاجية، إنتاج نباتات ذات جودة عالية. أما في مجال الحيوان فيسمى بالجينوم سيلكشن أو انتخاب الجينوم، وهي انتخاب الحيوان على مستوى كافة الجينات الموجودة فيه حتى نستطيع أن نقلل ما تسمى بالقفزة العلمية فيما بيننا وبين الغرب. أما الصيحة الثالثة الأكثر حداثة فهي ما يسمى ب in vitro meat production، أي إنتاج اللحوم داخل المعامل، إنتاج لحوم الماشية، إنتاج لحوم الدواجن، إنتاج لحوم الأسماك داخل الماشية داخل المعامل. مش فاهماها. إنتاج اللحوم ده معناها تسمين يعني؟ لا، إنتاج اللحوم نفسها، اللحمة نفسها تبقى مصنعة في المعمل. يعني بدل ما ربي الحيوان أستطيع داخل المعمل أن أنتج لك اللحوم من المعمل دون الحاجة لتربية الحيوان. ولقد تم ذلك في سنغافورة يقدم الآن في المطاعم، لحم مصنع. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على ذلك في إنتاج اللحوم الخاصة بالماشية والدواجن والأسماك من حوالي أكثر من 3 شهور فقط. طبعا لأن ده أكثر وفرة، بس هل أصح للإنسان؟ هذه اللحوم أكثر نظافة وأكثر جودة لأننا أقوم بإنتاجها حسب الطلب. أنت عايزة نسبة دهن عالية أعمل لك نسبة دهن عالية، عايزة نسبة بروتين أكثر أعمل لك نسبة بروتين أكثر، عايزة مذاق أحسن أعمل لك مذاق أحسن. ابتدينا إحنا في مصر في هذا الأمر؟ لا، لسه آخر صيحة ما وصلتناش. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ الدكتور عادل ألتراس، أستاذ الهندسة الوراثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير الزراعة للتحسين الوراثي. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. مشاهدينا ودايما وأبدا تحيا مصر، نلقاكم في أمن وسلام.